السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله هنقدم لكم صابلي بريستيج بطريقة سهلة وبسيطة وتيجي لذيذ بزاف. نبداو بالمقادير على بركة الله. 125 غرام ديال الزبدة بحرارة الغرفة، كاس ديال السكر الثقيل ما يعادل 100 غرام، كاس ديال زيت المائدة ما يعادل 180 مليلتر، نصف كاس ديال الكوك اللي حمرته في المقله على عافيه مهيله وطحنته ما يعادل 40 غرام، بيضه، ونصف كيلو ديال الدقيق الابيض، وقبصه ديال الملح. في الاول تناخذ السكر الثقيل تنزيد عليه الزبده وتنخدمهم مزيان حتى توليو لنا فحال الكريمه، يعني خصهم يتخدموا مزيان. تنزيدوا عليهم زيت المائده ونعاودوا نخلطوا مزيان حتى تندمج لينا الخليط. تنزيدوا عليه بيضه ونخلطوا. تنزيد الكوك اللي خصو يكون مطحون مزيان باش ما يقطعش لينا الصابلي. تنزيد قبصه الملح ونبدا نزيد الدقيق بشويه بشويه وانا تنخلط. حتى تجمع لينا العجين. تقريبا تنزيدو نصف الكميه في الاول ومن بعد تنبقاو نزيدو غير شويه بشويه باش ما تقصحش لينا العجين، لان حنا بغينا العجين تبقى لنا رطبه. انا خديت ليا نصف كيلو كامل. الا كان عندكم الدقيق ما تيشربش او تيشرب تقدر تاخذ لكم قل او اكثر. صافي تتكون العجين بحال هكا رطبه ماشي قاصحه، رطبه بهذه الطريقه. صافي دابا هنجمعها وهنغطيها بالبلاستيك الغذائي وندخلها الثلاجه واحد المده ديال نصف ساعه عاد نخدموها ان شاء الله. صافي من بردات ليا العجين تناخذ هنا ورق ديال الفران، تنرش عليه واحد القليل شويه ديال الدقيق قليل جدا. داكشي علاش هنطلقها ما بين جوج الورقات تيسهل عليكم التطليق، وبهذه الطريقه ما تنزيدوش الدقيق اكثر. صافي درت ورقه او يمكن لكم ديروا بلاستيك غذائي ما بين جوج ورقات ديال البلاستيك. تنطلق مزيان حتى نوصل للسمك اللي بغيت. انا بغيت سمك رقيق، الا كنتو هديروا وحده فوق وحده تديروا سمك اقل تيكون رقيق بزاف. هو كما شو خديت هنايا قطعه على شكل ورده، اي شكل بغيتو تتقطعوا به على حسب الشكل اللي بغيتو ديال الصابلي. صافي تناخذ شي حاجه تنهزها بها باش يسهل علينا نهزوها. الا بغيتو تدخلوها المجمد واحد دقيقتين باش تسهل عليكم تحيدوها، او بهذه الطريقه كما درت انا. صافي هنايا تنديروهم مقاربين لان باش ما يتحرقوش لينا من الجناب. تندخلهم الفران مسخنه على 180 درجه حتى تيذهبوا. تنخرجوهم ملي تيبرد لينا الصابلي بحال هكا خرجتوه من الفران. مخصكمش تقيسوه من حدو هو باقي سخون لانه يتفرتت ليكم. صافي تيبرد لينا عاد تنبداو نزينوه. خديت عندي هنا كلوكوز باش هنديرو في الجناب باش نزين بالكوك. الكوك اللي خديته حمرته تنخليه صحيح ما تنطحنوش، هذا اللي هنزينو به الجناب ديال الصابلي. تناخذ الصابلي تندهنو بالكلوكوز او يمكن لكم ديروا الناباج او المربى. كلوكوز تعطيه واحد القرمشه حيت يكون معلق، تيجينا معلق. الا ما بغيتوش يكون معلق باش في العضه ديالو تجيكم معلكه بهذاك الكلوكوز يمكن لكم ديروا غير الناباج او المربى. حنا الغرض باش نلصقوا هذاك الكوك بحال هكا. يمكن لينا نديروا الكوك او يمكن لينا نديروا اللوز مهرمش كونكاسي، وحيت حنا دايرين فيه الكوك لداخل داكشي علاش فضلت نزينو حتى بالكوك من برا. والكوك محمر تعطي واحد النكهه زوينه. خديت هنايا هاد القالب ديال الشوكولات اللي تكون ديال بلاستيك، اي شكل عندكم بغيتو تديروه. هاد الشكل ديال الورده بهاد الطريقه درت فيه الشوكولات الابيض.
دابا غنديرو على الصابلي، تندير واحد النقيطه ديال الشوكولات غير باش يلصق لينا الشوكولات، هذيك الوريده ديال الشوكولات. او يمكن لينا نديرو كلوكوز باش نلصقو بحال هكا، تعطينا هذا الشكل جميل وسهل كما شفتوا. وهاد الصابلي تيجي لذيذ بزاف، يمكن لينا ما نديروش حتى الشوكولات، يمكن لينا نزينوه غير هكاك او غير الصابلي بوحدو، تيجي لذيذ بزاف لان الكوك اللي فيه لداخل تعطيه واحد اللذه جميله بنينه. صافي نبقى غدا هكا حتى تنكمل كاع الكميه اللي عندي. او يمكن لينا نستعملوا، انا هاد الحلوه ديال الشوكولات سبق ليا وحضرتها لكم، نخلي لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو. هذه فيها الداخل ديالها الكوك مع نيسلي، تعطي واحد اللذه جميله. ومع الصابلي عندنا فيه الكوك حتى هو منكه بالكوك. هاد الشوكولات المعمر تيجي روعه روعه في المذاق، من جد جربوه هيعجبكم بزاف، تيعطي منظر جميل ومذاق اروع. يمكن لكم ديروا اي موتيف، تمشيو للوصفه وتشوفوا الطريقه، يمكن لكم ديروا غير موتيفات صغار يعني ماشي ضروري هكا كبير. انا نبقى غدا بنفس الطريقه حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي. ها الصابلي مكمل لينا تيجينا بهاد الطريقه، تيجي جميل بزاف ولذيذ روعه في المذاق، غير الصابلي بوحدو مذاق روعه. نتمنى تعجبكم هاد الطريقه اللي درت لكم، كما شفتوا طريقه سهله وتجي لذيذه بزاف، وتجربوها. ولا عجباتكم ديروا لي لايك واشتركوا معايا في القناه ديالي باش يوصلكم ديما الجديد ان شاء الله. وبالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.